السلام عليكم. سامعين القرمشة؟ سامعين قد ايه خفيف وهش وبيتكسر بسهولة؟ تعالوا بقى هنعمل الرقاق الناشف في البيت بكل سهولة من غير فرن، وهيطلع معانا احلى من الجاهز بكتير لانه اخف وهش عنه كمان. يعني احيانا كده اللي بنجيبه من بره بيبقى قاسي زيادة عن اللزوم، حتى مش بيطرى بسهولة لما بنيجي نسقيه بالشوربة. بإذن الله هنعمله مع بعض هيطلع جميل جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو عجبكم اعملوا له شير، ويلا نبدأ على طول. انا هعمل نص كيلو اللي هم حوالي 4 كوبايات معيارية زي ما انتوا شايفين كده، مش هكتر عن النص كيلو. هحط له معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، وهقلب الملح كويس جدا، ومش هحط اي اضافات تاني خالص غير الملح. هبدأ بقى اعجنه بالمية، برضو المية مش شرط خالص انها تكون دافية ولا حاجة، مية فترة عادي. المقدار ده خد برضو 1.5 كوباية من نفس الكوباية اللي انا عايرت بيها الدقيق، وكمان زودت معلقتين مية. ولان الدقيق دايما مش زي بعضه، فانتوا هتنزلوا بالمية بالتدريج زي دايما ما بقول لكم. هنعجن لحد ما العجينة تبقى معايا طرية شوية بس متماسكة، لكن مش بتلزق. بس في نفس الوقت مش عايزينها تكون قاسية قوي زيادة عن اللزوم، عشان احنا هنستعمل دقيق في الفرد، فالعجينة هتشرب دقيق كتير. فزي ما انتوا شايفين كده العجينة قاسية وكل حاجة، بس يعني فيها سنة ليونة. تمام. خلاص كده عجناها كويس جدا لحد ما نعمت معايا. هغطيها بقى كويس جدا عشان ما تنشفش مني ولا تعمل اي تشققات. هغطيها بكيس من البلاستيك، وهغطيها تاني بطبق. المهم ان انا هسيبها ترتاح بقى كويس جدا حوالي نص ساعة. هرجع بعد النص ساعة هشوفها ارتاحت ولا لأ، بتك عليها كده بصباعي اللي مش بيرد تاني. كده خلاص ارتاحت وبقت تمام. هبدأ اقطع العجين بتاعي كور متساوية الحجم، وفي نفس الوقت الحجم بتاعها يكون مناسب ليا، بحيث ان انا اقدر اتحكم فيها وانا بفردها، وكمان تكون الصينية اللي انا هخبزها عليها اكبر منها، ما تكونش الصينية صغيرة والحجم الرقاقة كبير. تمام. المهم ان انا هقطعها كور كده، يعني مايلة لانها تبقى صغيرة شوية. خلاص. هقطع بقى كل الكور بنفس الشكل كده، احاول اخليها مدورة على قد ما اقدر ومظبوطة كده. هغطيها تاني واسيبها ترتاح كويس جدا نص ساعة. واهم حاجة ان انا اغطيها كويس جدا بالبلاستيك عشان ما تتشققش مني او تنشف، فمهم جدا حتة ان انا اغطيها بالبلاستيك. هرجع لها تاني بعد النص ساعة، هضغط عليها برضو كده بصباعي، هلاقيه مردش تاني، يبقى ارتاحت وتمام جدا جدا. هحطها جنبي وابدأ بقى اجهز المكان اللي هفرد فيه. هجيب اول كورة انا كورتها، وابدأ افردها كده حاجة بسيطة واجهزها جنبي. يعني انا عشان تساعدني انها تتفرد بسهولة، هبدأ كده اخد كورة كورة افردها نص فردة كده، او حاجة بسيطة، وارجع تاني اعيد عليهم. في بقى فكرة ان انتي تفردي كورة كورة للاخر خالص وتكبريها رقاقة، وفي ان انتي ممكن تفردي كذا رقاقة مع بعض. الطريقة اللي تريحك هتشتغلي بيها. لو معاكي حد هيساعدك تقدري تعملي اللي هي كذا، تجهزيهم كلهم مع بعض، ان انتي تفرديهم كلهم نفس الفردة اللي انا فردتها قدامك دي كده، تشتغلوا مع بعض. لكن لو لوحدك افردي رقاقة رقاقة احسن، بحيث ان انت تفضلي مغطية العجين وما يشققش منك ولا ينشف. كده تمام. لو معاكي حد يساعدك تقدري تعملي الطريقة دي، ان انت تفرديهم كلهم مع بعض وتجهزيهم كده تلاتات، وتفردي بقى التلاتة مع بعض زي انا ما عملت كده، مع ان انا ما كانش معايا حد يساعدني ولا حاجة، بس الاسهل ليكي هتعمليه. خلاص. المهم بقى لو عملتيهم كده برضو هتاخديهم جنبك بعد ما رصيتيهم كده تلاتات، وتغطيهم كويس جدا جدا بالبلاستيك عشان ما تنشفش منك ولا تشق. هاخد بقى اول 3 انا حطيتهم على بعض. وحاجة مهمة جدا جدا وضرورية، ان ما بين كل طبقة وطبقة في كمية دقيق محترمة. هو الرقاق عبارة عن دقيق، وزمان كانوا بيعملوه بالنشا كمان مش بالدقيق بس، ان هما بيحطوا ما بين كل رقاقة ورقاقة طبقة من النشا، عشان خاطر لما يجوا يفردوا ما يلزقش في بعضه ويطلعوه بسهولة. خلاص خلاص انا كده فردت التلاتة، بس طبعا ما كملتش الفرد للاخر عشان ما يلزقوش في بعض جامد. فببدأ كده بعد ما بفردهم شوية حلوين بفكهم من بعض عشان ما يلزقوش قوي، وما اقدرش
افتحهم، لكن بالشكل ده تمام. وطبعا زي ما قلت لكم مهم جدا ان احنا نحط طبقة محترمة من الدقيق. خلاص هاخد بقى ايه واحدة واحدة، ارجع اعيد عليها تاني وافردها كويس جدا بالنشابة، بحيث انها تبقى رقيقة جدا معايا. يعني ايدك كده تبقى باينة من تحتيها انها رقت وبقت شفافة جدا وخفيفة. خلاص بكون بقى مجهزة جنبي الطاسة بتاعتي بتسخن، وباخدها على طول بنفضها كده حاجة بسيطة من الدقيق. على فكرة الدقيق ده اللي بيساعد انها تبقى ناشفة ومقرمشة معايا. خلاص بحطها بقى على الطاسة كده تكون سخنة في البداية، وبعدين بهدي النار للوسط، اقل من الوسط حاجة بسيطة، وبفضل اقلب كده. واهم حاجة تاني ان احنا بنضغط على الاطراف عشان خاطر ما تترفعش مني وتنشف وتبوظ. يعني بتنشف زيادة وبتبقى مرفوعة كده، فانا بفضل اضغط عليها بالمعلقة بحيث انها تفضل متساوية وما تتكسرش مني. خلاص اهم حاجة تاني بقى في التسوية بتاعته ان النار ما تبقاش عالية قوي عشان ما يحمرش منك ويتحرق قبل ما يستوي. احنا عايزينه يستوي وينشف كويس جدا على الطاسة، يعني مش عايزاه ينشف بعد ما ترفعيه من الطاسة، لا انت بتفضلي تقلبي فيه وتسويه كويس جدا جدا من وهو لسه على الطاسة. بترفعيه بيكون يعني ايه خلاص قرب ينشف كده. هنرفعه ونسيبه مش متغطي ولا اي حاجة، طبعا بتسيبيه ينشف براحته على الهواء، في الهواء من غير ما تغطيه. خلاص برجع بقى بعد كده اللي انا كنت برضو فرداها بكمل عليها تاني وافرد تاني كويس جدا فيها، وبعدين بقى باخدها على الطاسة. اهم حاجة بقى ما بين كل واحدة والتانية بمسح الطاسة كويس جدا من الدقيق عشان خاطر بيتحرق وبيبقى ايه وحش جدا وممكن يحرق اللي انا هحطها بعد كده. اقيد بقى الطاسة تاني عليها تسخن برضو كويس جدا، وبعدين بنزل بالرقاقة بتاعتي، وهكذا بكرر كل الرقاق بتاعي. وزي ما قلت لكم باكد عليكم ان احنا نضغط على الاطراف كويس جدا ونفضل نقلب فيها كده ونسويها كويس جدا جدا وهي في الطاسة قبل ما نرفعها من على النار تكون ناشفة معايا ومظبوطة. هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة، ومهم جدا ان احنا نكون مغطيين الكور اللي احنا سايبينها جنبنا عشان ما تنشفش مننا، دي حاجة مهمة جدا. وحتى اللي احنا هنبقى عاملينه بالدقيق برضو نغطيه. تمام. وزي ما بقول لكم التسوية بتكون على نار يعني مايلة انها تكون هادية، ما نعليش النار خالص واحنا بنسوي الرقاق عشان ينشف معانا ويطلع مظبوط. وما نرفعوش من على النار قبل ما ينشف معانا اصلا من البداية، ونسيبه جنبنا متهوي ما نغطيهوش خالص. ولما نخلص كل الكمية نبدأ عادي بقى يكونوا هديوا تمام نرصهم على بعض، ونشوف زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى طالع معانا رقيق جدا خفيف هش بيتكسر بسهولة. لما هتيجي تسقيه بالشوربة هيتسقي ويبقى خفيف كده ومنفوش في نفس الوقت، جميل قوي قوي قوي. جربوا الوصفة ان شاء الله هتعجبكم جدا. كذا حد قال لي انا عايز الرقاق الناشف منك، فانا عملته معاكم. لو الفيديو بقى عجبكم ما تنسوش باللايك والشير وتكتبوا لي كومنت، ومحتاجة تفاعل شوية يا جماعة والله. يعني احساس عدم التفاعل ده مش حلو خالص، مخلي الواحد كده بيحس باليأس ومبقاش عايز يكمل. فيعني حاولوا تشجعوني كده بشوية كومنتات ولايكات بقى وكده، وده في حالة ان انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو وبتسمعوني اصلا. ولو لسه موجودين ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتكتبوا لي تعليق، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله.